تحصين البيت من العقارب والحيات والثعابين. كيف تحصن بيتك من الحيات والعقارب والثعابين؟ هذا ما سوف نتعرف عليه بإذن الله الفتاح العليم سبحانه وتعالى من كلام سيد الأولين والآخرين. فروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني بالأمس أو البارحة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء. وطبعا أعوذ بكلمات الله التامات تقال في أذكار الصباح والمساء 3 مرات، في الصباح 3 مرات وفي المساء 3 مرات. وفي رواية: لم يصبه شيء، لا حيات ولا عقارب ولا ثعابين هتضرك. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث خولة بنت حكيم قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال، أي مكان بقى، في البيت، في الصحراء، في أي مكان نزلت فيه، فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله هذا. وطبعا من الأشياء التي تحفظك في أذكار الصباح والمساء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات حين يصبح و3 مرات حين يمسي لم يضره شيء. وفي رواية: لم تصبه فجأة بلاء. وكذلك من الأشياء التي تحصن بها بيتك آية الكرسي، فكان أحد الصحابة يقرأها في زوايا بيته حتى لا يضره شيء. وكذلك قل هو الله أحد والمعوذات. فثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: قل، فقال: ما أقول؟ فقال له: قل. فقال: ما أقول يا رسول الله؟ فقال له: قل هو الله أحد والمعوذات تكفيك كل شيء. كل حاجة هتضرك، كل مكروه هيصيبك يحفظك الله سبحانه وتعالى منه بسبب أنك قرأت سورة قل هو الله أحد والمعوذات. جزاكم الله خيرا، انشروا المقطع مأجورين، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.